بعض الفيديو هذا ماكش تستحق تفرج فيه 70 فيديو واحد اخر تاع سيلف امبروفمنت. خاطر في الفيديو هذا باش نعطيك اهم حاجات تعلمتهم وبدلوا لي حياتي. نعطيك كان كيف يراو باش يبدلوا لك حياتك. الحاجه الاولى هي consistency is what matters. معناتها اهم حاجه هي الكونسيستنسي. نعطيك مثال باش تفهم الحاجه هذه. عندي صحابي ديما في الصاله كل جمعه يبدلوا اكزرسيس وكل شهر يبدلوا البروجرام تاعهم كامل. هذا شنو؟ هذا عكس القاعده هذه. معناتها بعث الكونسيستنسي هو يبعث الكونسيستنسي شو يصير؟ يولي ما يتحسن في حد شيء. يبدا مصدق في البنش بريس ومصدق في الدمبل بريس ومصدق في الانكلاين بنش. معناتها ما تطور في حد شيء غير يستوك جرب برشا حاجات. بالعكس هو كيما نترينا انا عندي 8 شهور نترينا في نفس الحاجه بالضبط. سوبر سيت بوش ابس بول ابس كون لين تو بعد 8 شهور وليت معلم ومسك. معناتها عندي ذا بيرفكت تكنيك في البوش ابس في البول ابس. خاطرني 8 شهور نعمل فيهم. 8 شهور نعمل في نفس الاكسرسيسات زوز كون. وهيك علاش انا بثلاث سيريات في الجامعه معناتها نوقع هذيك المسكه. خاطرني عندي ذا بيرفكت تكنيك في الاكسرسيس معناتها بالسيف عليا نعمل مشكل. الحاجه الثانيه هي 1 اور اوف فوكس ورك خير بياسر من 8 سوايع نتاع ديستراكتد ورك. الحاجه هذه كيفاش لاحظتها زاد في حياتي؟ لاحظتها في القرايه. قبل في القرايه نقولوا عندي دوفار تاريخ نشدها ليله كامله كثلاث سوايع وانا نراجع في التاريخ. اما شنو؟ نقرا كفقره من بعد صاحبي بعث لي ميساج خلينا نجاوبوا. بعد كم نجاوب نقرا فقره دخل طفله تحب تحكي معايا خلينا نمشي نجاوب. فهمت كيفاش نبدا نخدم وديستراكت. لا ونجيب 15 مثلا نعدي 3 سوايع نراجع ومن بعد نمشي نعدي ونجيب 15. استنى كيفاش نراجع. انا عندي دوفوار نهار الاثنين من 8 ل 9. نهار الاثنين من 7 ل 7 و4 نبدا نراجع التاريخ. شد نقرا الدروس كل كان انت عرفت نزلت قمت الصباح شارب قهوه نبدا كمخي فايق ونشد في 4 درجات نقرا الدروس كل ونمشي نعدي. قداش نجيب؟ 15. عندي كيما 4 دراج كيما 3 سوايع. شنو الفرق؟ الفرق انه 8 سوايع واخا نجاوب الميساجات ودرا شنو، ولا 4 دراج تركيز تام. معناتها مخي فيه 100%. والتاسك الوحيده اللي حاب نحققها هي اني نكمل نراجع التاريخ. هذه هي الباور نتاع الفوكس وورك ولا الديب وورك. نمشيو للسن الثالث اللي هي less but better. معناتها شفت في حياتك ما تعملش 70 مليون حاجه. ما تعملش كيما صاحبك اللي ترينا نعمل اليوم بنش بريس وغدوه دمبل بريس ونهار البوش الجاي نعمل برش. ما تعملش هكاك. less but better. عندك تبدا ترينا اختار زوز اكزرسيسات. اما شنو لازمك تكون ماستر فيهم. لازم التكنيك تاعك تكون بيرفكت. كيف حتى في حياتك ما نعرفش عندك ما تختارش مثال 70 سكيل تحب تعلم. انا نحب نتعلم فيديو اديتنج ونحب نتعلم جرافيك ديزاين ونحب نتعلم فوتوغرافي. اختار 70 حاجه. اختار واحده ولا زوز وعلى الاغلب واحده خير وشدها ماسترية هيك. كي تكمل تولي معلم فيها. امشي لسكيل واحده اخرى. ديما ليس بات بيتر. معناتها شويه حاجات اما شنو الحاجه اللي باش تعملها لازم تكون معلم فيها. اللسن الرابع اللي تعلمتها السنه كان الحاجه اللي تعمل فيها مش توصلك للجول نتاعك راهي ديستراكشن. انا مشارك في ديبيتنج كلوب. عندنا نمشيو كلوب نعملوا ديبيتس بالانجلي. من الاخر من قبل في العام ولاو يمشيو غادي يتلموا ويبداو يحكيو. عرفت كيما قاعده نتاع نساء ولا يمشيو غادي يبداو يحكيو على الثقافه ودرا شنو حاجه ما تهمنيش. معناها عاد مشيت انا حصه وحصلت قعدت غادي وقاعدين يحكيو على الثقافه نعمل مسرح يهمني ياسر المسرح. قعدت اعمل كي بهيم ساعتني ضيعتهم من حياتي. اما شنو وقتها تعلمت اللي راهو بان تو مشارك في ديبيتنج كلوب وجيت هنا نلقى جماعه يحكيو على الثقافه. معناتها الحاجه اللي ما عادش توصلني للجول نتاعي. معناتها باش نحيها من حياتي ومن وقتها ما عادش نجي للكلوب الا ما عاود عملوا ديبيت واحد اخر ومشيت. معناتها بالاخر شنو لازمك تعلم من القصه هذه؟ حاجه ما توصلكش للجول نتاعك نحيها من حياتك. خاطر باش تقعد تعمل فيها وتضيع في وقتك وماكش باش تستفيد وباش تزيد هي ديستراكتيك من الجولز نتاعك الصحاح. معناتها راهو هيك وليك خاسر. ما تعملهاش حاجه ما توصلكش للجول نتاعك ديستراكشن نحيها. نمشيو للسن الخامس واللي هي ما تسمعش كلام مخك. خاطر ديما كي في حياتك مخك باش يعطيك الحاجه الغلطه. اكزامبل بسيط تبدا تجي حاجه اللي تعلمتها من ديفيد جوجلز. يعني كي نبدا نجري مثلا نبدا نجري ومخي يقول لي هاني الموليات يوجع
وقف موليات يوجع باش يتقطعوا باش يطرشقوا موليات باش يصير لهم حاجة ووقف هنا. مخي قاعد يقول لي وقف، يحبني نوقف الجري خاطر مولياتي يوجعوا شوية. أنا اش نعمل؟ ما نسمعش كلامه ونكمل نجري خاطر مولياتي ما باش يصير لهم شيء، جست يوجعوا شوية معناتها حاجة عادية. نكمل نجري ونشيخك بالفوائد نتاع الجري خير من نقعد نقول ساقي توجع خلينا نوقف هيك ويزيني. ملزمكش تعمل هيك خاطر مخك ديما يقول لك حاجة غلطة، ولا هو بالنسبة لي صحيح أما هي ما تمشيش مع الجولز نتاعك. كيما تبدا تقرا ما نعرفش تبدا تخدم في سيري ما تقول لك مخك يزيك ما خدمت اكسرسيس قوي قومي شو نتفرج شويه في تيك توك. هذا مخك شو قاعد يقول لك؟ مخك قاعد يبعث فيك على الجولز نتاعك. انت لازم تبدا تفرق تو بين مخك الصحيح ومخك البهيم اللي قاعد يبعث فيك على الجولز نتاعك. كي تتعلم تفرق بيناتهم وقت وين تولي بالرسمي توصل للجولز نتاعك معناها. دونك تو وين ما مخك يقول لك حاجه قول اسكو الحاجه هذه باش تفيدني ولا. مثال مخك يقول لك بالرقم على الاغلب باش تفيدك بالرقم. يقول لك مخك اي وقف مش لازم تكمل تجري مخك بهي تبدا تترينا. نقول لك مخك اي يزيك صحيح مازالوا 5 ريبيتيشنات تماك هو تعبت انا تعبت. وقت لازمكش تسمع مخك البهي الخواف تحضر شو اللسن السادسه واللي هي live for yourself. معناتها عيش على روحك ما تعيش على العباد. تقعدش عايش على الاكسبكتيشنز نتاع العباد. تقولش مثال جيراننا قالوا كان ما تجيبش 17 في التاريخ وانت راك بهيم تمشي كل مصدق تخسر حياتك كامله باش تجيب 17 في التاريخ. تصرف بهيمك خاطر انت ما يهمكش في التاريخ وانت ما يهمكش في التاريخ وانت ما يهمكش في التاريخ. اما خاطر جارك يهمو في التاريخ تولي تراجع له معناتها خسرت حياتك ورجعت باش ترضي جارك البهيم. هذا مازمكش تعمل الحاجات. لازم تعمل حاجات الا لروحك معناتها مش معناتها تكون اناني ياسر تعمل حاجات لروحك اما تعمل حاجات اللي ترضيك انت. مثال شنو مثال كان نجيبولك مثال كان الاكزامبل نتاع الكلوب. النجم انا ما نبطلش النجم نمشي غادي غير جيست خاطر والله صحابي يحبوني نجي باش نتفرهد ونعملوا جو واحد. هيك وقتها ما عادش عايش على روحي ما عادش عايش على الجولز نتاعي. وقت وليت عايش على العباد باش هكا نرضي العباد. يا صحابي هاني معاكم ونعملوا جو ما يسالش. هيك انا مانيش عايش لروحي. هيك وقتها غلطه خاطر ما عادش تبريوريتايز في روحك وليت تبريوريتايز في العباد. وهذه غلطه كبيره خاطر لازم فيديو كامل نتاع اللي بعدها هي ابدا صلي ولا اعمل مديتيشن دبر راسك كانك مسلم صلي سير. علاش؟ خاطر عندك شي فوائد. نبداو بالاولى اللي هي انك تزيدك المنتل كلاريتي يولي مخك تبدا فارغ عرفتو فارغ هكا رايب. الحاجه الثانيه هي انها تحسن لك الفوكس ما تقدر تخدم تولي مركز اكثر خاطر الفوكس نتاعك مطرشق بالانستغرام والتيك توك في السد. تبدا تصلي كيبدا يتصلح بشوي بشوي. وانا فادتني ياسر الحكايه. الحاجه الثالثه اللي هي الديسبلين. خاطر الصلاه صعيبه باش تصلي 5 مرات في النهار هكا صعيبه شوي وتعاونك في الديسبلين وبرشا مليون الف فايده. وربي يقدرك تصلي معناتها برا صلي كويس على خير. الحاجه الثامنه الاخرانيه واللي انك تبراكتسي الجراتيتود معناتها انك تكون شنو هي جراتيتود بالعربي نسيت المهم انت فهمتها من الاخر. معناتها كتكون راضي على الحاجات اللي عندك في حياتك وإن فوارا تبدا تطبق الليسن زيرو باش تبدا تشوفك في تطور في حياتك باش تبدا ديما توصل للجولز نتاعك. لما تحط جول توصل باش تبدا ديما فرحان بروحك وفخور باش تبدا حياتك تحفونه باش تبدا فرحان تقوم الصباح فرحان تبدا فرحان بصح تبدا فخور بروحك. كانك استفدت من الفيديو اعمل سبسكرايب احكي بجد اعمل سبسكرايب.